السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين السفرة الجميلة دي يا حبايبي؟ ان شاء الله دي فطارنا النهاردة. هنعمل مع بعض ايه؟ رز بالخضار بالطماطم بالبصل بالبطاطس في الفرن يا حبايب قلبي، بطريقة سهلة وبسيطة. احلى رز تاكليه مع السمك. تمام يا حبايبي؟ نسمي الله كده يا حبايب قلبي. وهنجيب معانا ايه؟ رز نغسله كويس، وبعد كده ايه؟ نجيب بطاطس ونقطعها مكعبات كده، ونضيفها على الايه؟ على الرز بتاعنا اهو. طريقة سهلة وبسيطة يا حبايب قلبي، ومفيدة جدا الرز دون، ومشبع جميل. لو كلتيه لوحده مش هتشبع ما شاء الله. ونحط التوابل بتاعتنا بقى، التوابل اللي انت حابة تحطيها مفيش مشكلة. عندك بقى كمان ايه؟ نحط الملح بتاعنا، ونمسك بقى البصلة كده ايه؟ ندعكها مع الرز والبطاطس كده اهو، بحيث ان ايه؟ نخلي كله يبقى متبل وجميل كده حبايب قلبي. وشوية شطة كمان لو حابة. ونحط بقى ايه؟ الزيت بتاعنا حبايب قلبي كده كمان، ونقلبه في الرز عشان الرز بتاعنا يطلع مفلفل وجميل كده. شايفين؟ بعد كده بقى نجيب برضو معلقة سمنة يا حبايبي كمان، ونقلبها بقى، نغلف الرز بالايه؟ بالسمنه والزيت كده يا حبايب قلبي عشان يطلع مفلفل معانا. ونفرم الطماطم كده، وننزل على الايه؟ على صينيه الرز بتاعتنا. سهل وسريع وفي ثواني. طريقه سهله وبسيطه يا حبايب قلبي، هتعجبكم. وكل يوم عايز اكل جديد، وكل يوم فطار جديد، وحاجات سهله وبسيطه وسريعه. كل سنه وانتم طيبين. احنا الهدف ان احنا ايه؟ رمضان مش رمضان اكل، ومش لازم كل يوم لحوم، مش لازم كل يوم حاجات مكلفة. حاجات سهلة وبسيطة كده من البيت، ومفيدة كمان، وطعمها حلو. خلصنا كده يا حبايب قلبي ايه؟ قلبنا الطماطم كمان، وحطينا بقى القعد بتاعنا. قعد الرز زي ما انت ايه؟ شايفة اهو. بعد كده بقى ايه؟ هناخده ايه؟ ونروح على الفرن بتاعنا. هنجهز بقى بس الاول ايه؟ دقة السمك بتاعتنا. فات شوية طماطم كده من الخلاط، حطينا عليهم الخضرة، وهنحط عليهم قرن شطة كده. جايبين سمك كده يا حبايب قلبي. هنعمل ايه؟ الدقة بتاعته وايه؟ والتوم اهو كمان، وليمونة، وشوية ملح. وهنفرم الجمال ده كله ايه؟ مع بعض. نمسح مكاننا كده يا حبايبي اول باول، ويكون ايدنا في المكان بتاعنا، بحيث ان احنا ايه؟ ما نراكمش على نفسنا ايه؟ شغل كل شويه، ونتعب بعد الفطار. هنعمل الليمونه بالشكل دون. نشيل البذر منها، وهنحطها نفرمها كمان مع الايه؟ الخليط بتاعنا. شويه ميه كده. خلصنا كده حبايب قلبي، فرمنا التتبيله بتاعت السمك، الدقه بتاعت السمك، وده السمك معايا، وده الرز اهون. هناخده بقى، وخدت الولاعه، وخدت الايه؟ الطبق ده هنجيب فيه رده، وخدت على الصينيه كده، وطلعت ورا البيت علشان خاطر نعمل ايه؟ الحاجات الجميله دي في الفرن بتاعنا يا حبايب قلبي. هنولع كده ونسمي الله. نمسح الفرن بتاعنا كويس يا حبايب قلبي. هنشوي السمك الاول، وبعد كده ايه؟ نحط الرز بعده. جبت الرده كده يا حبايب قلبي، وهنبلل ايه؟ السمك بتاعنا كده، ونعمله بالرده اهو. السمك بتاعنا ما شاء الله صغير خالص بس كان زي العسل. احنا بنحب المشاط الصغيره دي حبايب قلبي، بتبقى مسكره اهو. وما رضيتش اكتر، جبت كيلو واحد سمك علشان خاطر ما يفيدش بعد الفطار، ويفيد لتاني يوم. انتوا عارفين في الصيام ما فيش اكل ايه قد كده. لو فضل تاني يوم مش هيتاكل، وهيبقى حلو زي اول يوم اهو. هنخلص بقى يا حبايب قلبي وايه؟ ونحط الكلام ده كله في الفرن.
هنا الفراخ كانت عماله تنكف فيا وانا قاعده بعمل البتاع. ما تزعلوش من المنظر بقى دون، معلش اسفه على المنظر، علشان خاطر الدنيا ضيقه عندي وفي ظروف كده، وعملها لكم ان شاء الله مفاجاه، فيديوهات جديده ان شاء الله. الله المستعان. بعد كده يا حبايبي هنحط الايه السمك بتاعنا في الفرن كده. اهو هنشوي السمك بتاعنا بقى كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، طريقه سهله وبسيطه للمبتدئين. اهو تعلي النار عشان السمك بتاعك صغير، تعلي النار من فوق ومن تحت وتخلي بالك منه بحيث ان هو ايه ما يتحرقش معاكي، يكون مستوي كويس. اهو شايفين. هنخلص بقى يا حبايبي نشوي السمك كده. بعد كده بقى هنحط الايه الرز بتاعنا في الفرن. يلا اللي ما حطش لايك يحط لايك ويشترك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. طلعت بقى الايه السمك بتاعنا كده وحطيته ايه في الدقه بتاعته، وخلاص على كده هننزل بقى بالرز بتاعنا كده يا حبايب قلبي. اهو شايفين الرز وجماله. هنظبطه في الفرن كده. بعد كده بقى ايه نسيبه يستوي وندخل على المطبخ بتاعنا بقى نشوف ايه العصير بتاعنا. عملنا اليوم دون عصير اناناس يا حبايبي. اهو صبه كده بالشكل الجميل دون. ودي كانت سفرتنا النهارده يا حبايب قلبي في يوم من ايام رمضان. كل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه بخير يا رب، ويعد الايام علينا وعلى المسلمين جميعا بالخير واليمن والبركات. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كل سنه واخواتي وحبايبي طيبين وبخير. احب اشكر حبايبي واخواتي اصحاب القنوات الجميله اللي واقفين جنبي وفي ظهري، ربنا يخليكم ليا ويديم الموده والحب ما بيننا يا رب، اللهم امين. وطبعا طلعت البلح ده يا حبايب قلبي انا مفرزاه من ايام ما كان البلح الرطب موجود، من ايام البلح من النخل يعني. اهو مفرزاه وطلعته ما شاء الله هدي من الصبح ولسه زي ما كانه لسه نازل من على النخل حالا. وعملنا برضو بلح في ميه تاني او بلينه، وده البلح الاسمر. وكان في كوبايه عصير برتقان من اليوم اللي قبله موجوده اهي. ودي السفرة بتاعتنا. لو عجبكم بقى الفطار بتاعنا النهاردة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد يا احلى واغلى متابعين في الدنيا داخل مصر وخارج مصر. وعملنا طبق السلطة الجميل دون، والمية الدقة بتاعت السمك وجرجير والمخلل. وكانت دي سفرتنا النهاردة. كل سنة وانتم طيبين.